آه. كلنا شفنا حد قبل كده مش قادر يقوم من الكرسي. السبب مش السن. خليني اصدمك واقول لك ان نص عضلاتك هتختفي قبل ما توصل 80 سنه، وكل ده برضه مش بسبب السن. في 1990 جامعه تافتس الامريكيه عملوا تجربه غريبه شويه، راحوا دار مسنين وخلوا كل اللي فوق 90 سنه يتمرنوا ويلعبوا لعبه جديده بانتظام. النتيجه كانت مبهره، قوتهم زادت الضعف في 8 اسابيع بس. المشكله ان معظمنا بيفكر ان العضلات دي للشباب والصور والجيم، بس خليني اصدمك واقول لك ان الموضوع اهم من كده بكتير. العضلات دي بعيدا عن الشكل هي اللي بتحرق السكر في دمك وبتخلي مناعتك اقوى، كمان بتحافظ عليك من انك تقع او تتكسر لا قدر الله. يعني كل عضله بتخسرها بتخليك معرض اكتر لكل الحاجات دي. فانت عضلاتك مش بتختفي بسبب السن، هي بتختفي عشان انت قررت ما تمرنهاش وتسيبها تمشي. طب الحل؟ نروح الجيم، دش ساقع بقى ونغير من نفسنا، بس هنجيب وقت منين؟ الحل ابسط من كده. انت ممكن تبدا بحاجات بسيطه في البيت عادي، يعني وانت بتغسل سنانك تعمل 10 سكوات، وانت بتعمل شاي تعمل 10 ضغط مثلا. يا اما هتتحسن يا اما هتبطل تعمل شاي وتبقى انقذنا البراد. شيل الطلبات في ايدك وانت بتشتريها، اتحرك شويه بدل ما بتتزنق في الزحمه بالعربيه مثلا. والاهم من ده كله انك لو حسيت باي الم في العضلات وان طاقتك بقت اقل من الطبيعي، فانت محتاج تنورنا في عيادات اندلسيه عشان تطمن. وما تنساش اعمل فولو علشان تعرف اجابات اسئله منتصف العمر.